مرحبا بكم في وصفة جديدة مع اوبتي فود. وصفتنا لها اليوم دي ميني كيش بالثوم بحشوين مختلفين. تابعوا معايا المكونات. نحتاج 500 غرام فرينة، 200 غرام زبدة، 30 مليلتر زيت، بابيض، 20 مليلتر ملح وملعقة صغيرة خميرة كيميائية. الحشو ثوم قناص بالزيت وبالطماطم، شرائح الزيتون وجبن ابيض، كاس ونص حليب، زوج بيضات، ملح وفلفل كحل وبصلة كراميليزي. نبداو بالعجينه. نخلطوا الفرينه، الملح، خميره كيميائيه، الزبده والزيت نبسوهم مليح حتى يدخلوا في الفرينه. بعد نزيدوا حبه البيض والماء ونلموا العجينه وما نعجنوهاش. نحتفظوا بها في الثلاجه مده نصف ساعه قبل التشكيل. تشكيل الميني كيش سهل. انا قسمت العجينه الى 32 كريه وشكلتها كما راه موضح في الفيديو. من جهه اخرى نحضروا لاباغايا كيش، نحطوا الحليب، البيض، الملح والفلفل الكحل ونقسموه بين زوج لانه راح نديروا حشوين. بالنسبه للحشو الاول نخلطوا البصل المكرمل مع الزيتون والمكون الاساسي ثوم قناص بالزيت. نفتحوا العلبه ونصفوها من الزيت. بالنسبه لهذا الحشو انا استعملت علبتين. نزيدهم مع باقي المكونات، نزيدهم نصف كميه لاباغايا كيش اللي كنا وجدناه. بالنسبه للحشو الثاني سهل وبسيط، استعملنا فيه تونه القناص وصلصه الطماطم. حشوين بزاف بنان لانه الثوم ذا جوده عاليه، ماشي مالح بزاف وبزاف بنين. كما راكم تشوفوا الحشو تاع الثوم الطماطم درت له الجبن والزيتون، والحشو الثاني الجبن فقط. نعمروا لي كيش تاع الطماطم بلاباغايا كيش، ندخلوهم في فرن مسخن مسبقا على 180 درجه. بعد ما يطيبوا رشوهم شويه جبن مبشور. كانت هذه وصفتنا لها اليوم مع اوبتي فود. نلتقي في وصفات اخرى ان شاء الله.